ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايلكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. عايزاكم بس تتابعوا الفيديو للنهايه، وان شاء الله هتاخدوا منه افكار جميله وهتتحمسوا وهتتشجعوا. وعايزه اقول لكل اصحابي وحبايبي اللي معايا في القناه، ربنا ما يحرمنيش منكم. متشكره جدا جدا على دعمكم ليا وعلى حبكم وعلى تعليقاتكم الحلوه، على مشاهدتكم ودعمكم للفيديو اللي فات. ربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا، ونفضل نكبر ونعلى كده، وتفضلوا واقفين في ظهري سند وظهر. وطبعا انا بقول لكل اصحابي الجداد اللي بيتفرجوا عليا بس مش بيعملوا اي حاجه، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتخشي كده تاخدي لف في القناه، وان شاء الله هتاخدي منها افكار وهتعجبك القناه جدا. ولو عجبتك القناه اتمنى تشتركي فيها بقى وتحمسيني وتشجعيني كده بلايك وكومنت حلو زيك. هنبدأ مع بعض بقى الفيديو. بصوا بقى، قبل ما ابدأ الفيديو او اتكلم في اي حاجة، الفيديو ده متصور على يومين اتنين. الفطار ده كان في الجزء التاني من الفيديو. يعني انا قمت الصبح حاسة بجوع فظيع، فحاسة ان انا عايزة اكل كده حاجة علشان انفس كده واتشجع واحس بباور كده وطاقة. فقلت بس لازم اعمل السندوتش الجامد ده. عملت ايه بقى؟ جبت لانشون بشرته، وحطيت عليه بيضتين، حطيت عليه قرن فلفل اخضر، وكان عندي زيتون قطعته حتت صغنونه كده، وحطيت عليه جبنه موتزاريلا وشويه فلفل اسمر، وخلطتهم مع بعض كده. وجبت جريل بتاعتي، حطيت فيها معلقه سمنه، ونزلت فيها الرغيف على نار هاديه خالص عشان البيض يستوي معايا كويس والجبنه تسيح. ما خدتش يعني ما كملناش دقيقتين 3 على البوتاجاز، وكانت معموله وزي الفل. قلبتها على الوشين الاتنين وبس. ده كان السندوتش بتاعي النهارده. عايزه اقول لكم ان انا قعدت عليه لحد المغرب ما اكلتش حاجه. سندوتش جميل جدا جدا ومشبع، وبينفع برضو للاطفال، وبيبقى فيه خضار وحاجات كويسه. ممكن تقطعي فيه كمان طماطميه صغنونه كده، وتقدمي لولادك بقى في اي وجبه، ممكن فطار او غدا او عشاء عادي. بس عايزه اقول لكم ان هو مشبع جدا جدا ومفيد. الاطفال كمان بيبقوا محتاجين تغيير في الاكل، ومحتاجين ان هم ياكلوا. يعني في اطفال، انا عندي ابني لو شاف خضار او جبن او كده قدامه ممكن ما يرضاش ياكل. هو ما كانتش البيضه اومليته كده ما يرضاش ياكلها. فانا بقى ايه، سندوتش زي دوت بحط له فيه اللي انا عايزاه، بيحس بطعم حلو بس ما بيبقاش شايف. يعني مثلا الزيتون هو مش بيحبه، لو شافه قدامه لا يقع وما يرضاش ياكله. الفلفل الاخضر لا، ممنوع ياكله. في حاجات معينه كده لا، هو بالنسبه له لا، الحاجات دي طعمها مش بيعجبني مش هاكلها. لكن لما بياكلها في اكل متداري ما بيبقاش عارف هي ايه وبياكلها. فالفكرة دي لو عجبتكم اعملوها للولاد، بجد هتعجبهم جدا، وطعمها كمان مقبول وحلو للكبار وللصغيرين. ويعني حاولوا تنوعوا في الاكل للاطفال بالذات، لان الاطفال متعبه جدا جدا الفتره دي في الاكل. الجو اصلا بدا يحرر، وبداوا يحسوا ان هم مش قادرين ياكلوا، عايزين يعيشوا على العصير، الزبادي، الايس كريم، بس هم دول اللي بيعيشوا عليها. انا عن نفسي ابني عايش على كده. ف ف بحتار في اكله، وبحس ان انا مش عارفه اعمل له ايه. فبضطر بقى ايه، اقول لا مش هنجيب ايس كريم، مش هناكل زبادي، مش هناكل اي حاجه غير لما تاكل الساندوتش بتاعك الاول. فبضطر اعمل ساندوتش زي دوت. هو طبعا عمره ما هياكله، هو لو كان ربعه يبقى كويس جدا، لان هو مشبع جدا وتقيل. فبعمله مثلا ليه هو واخته، ممكن اخته مثلا تاكل نصه وهو ياكل ربع دلوقتي وربع كمان شويه. فبس انا بديكوا فكره للاكل للاطفال بالذات في الحر ده، ويا رب تكون فكره بس خفيفه كده وسهله، وان شاء الله تنفذوها للولاد وتعجبهم. هنا بقى ده اليوم اللي قبله. طبعا انتوا خدتوا بالكم ان انا نشرت غسيل. في اليوم دوت انا قمت نشرت الغسيل، ودخلت على الحمام، مسكت الحمام بقى بتاعي ايه، ظبطته. لان بصراحه كنت حاسه ان هو مش نظيف، وقلت بقى ايه، ده روتين الاسبوعي بتاعي اللي بعمله بعمق، فلازم اعمله معاكم، اشجعكم واحمسكم بقى لو انتي قاعده كسلانه بقى وعندك خمول زي كده. لان الفتره دي بامانه انا معرفش فيه ايه، انا حاسه ان انا فاقده الشغف، مش قادره اعمل حاجه، ما عنديش احساس ان انا عايزه اقوم اعمل حاجه. بعمل كل حاجه اللي بتمشي بس. فلما بيجيلي بقى شوية طاقة كده، او بحس ان انا عندي شوية باور، بقوم على طول اصور واحمسكم كده واشمعكم واشجعكم، علشان لو انتي كسلانه زي كده لا، تقومي بقى وتتشجعي كده. وايه، وعايزه اقول لكم ان الفتره دي وفتره الظهر بالذات، لما بتعملي حاجه في الميه ما بتحسيش بالحر. الحر الفتره دي حر غير عادي في فتره الظهر بالذات، وبالليل الجو بحس انه ساقع.
ففترة الظهر دي احسن حاجة انك تعمليها، ان لو عندك اي حاجة بقى فيها مية، يعني انا مثلا كان عندي البطانية دي شلتها من على السرير وحطاها على كرسي جنب الحمام بقالها اكتر من اسبوع، كل يوم اقول هغسلها ومكسلة ومش قادرة اقوم اغسلها، فقلت لا بقى انا هقوم اغسل البانيو غسلة محترمة كده وانقعها فيه على ما هي تتنقع شوية، اكون غسلت الحمام كله واخلص واغسلها بقى غسلة كويسة كده واشطفها واعطرها واشيلها بس. فدخلت الحمام غسلت البانيو زي ما شفتوا ونقعتها هي بقى في شوية جبت برسيل جل وحطيت عليه شوية كلوركس الوان وحطيتهم في المية، وحطيت فيهم كمان شوية مسحوق اوتوماتيك، وشغلت المية بقى. مجرد ما المسحوق بتاعي دف في قلب المية نزلت بالبطانية وسبتها بقى في المية وكده، وقلت بقى اغسل الحوض واغسل الحمام والعب في المية كده شوية عشان افوق، يمكن افوق. بس خليت الحمام عندي بيلمع زي ما انتوا شايفين كده، كل حاجه اتغسلت وبقت زي الفل. وكمان لو انتوا عايزين بقى لمعه جامده جدا في الحوض بتاعك او في البانيو او كده، حطي شويه ملح ليمون وشويه كربوناتو مع البريل اللي بتغسلي بيه مع كلور ابيض ودعاكي بيهم. عايزه اقول لكم ان فعلا بتفرق جامد جدا، كل حاجه في الحمام بتلمع. يعني انا لما غسلت الحوض حسيت فرق جامد جدا عن كل مره بغسل فيها. انا كنت بغسل بكلور زي ما انتوا عارفين وكلوركس الوان وشويه دوني كده وامسك الحمام مع شويه بريل واغسل بيهم الحمام. عملت كل المكونات بتاعتي بس حطيت عليهم نص معلقه صغيره كربوناتو ونص معلقه صغيره ملح ليمون، ودوبت كل المسحوق بتاعي مع بعضه في الميه وبدات اغسل. عايزه اقول لكم ان انا طالعه من الحمام حاسه ان في لمعه كده بامانه رهيبه، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ده غير كمان ان الحمام كان ريحته جميله جدا. بس هنا بقى السجاده بتاعت الحمام معرفش، كنت حاسه ان بقى لي فتره يعني مش عجباني وكده، فقلت لازم اغسلها بقى. قلت بالمره كمان ما دام دخلت الحمام بقى وبلعب في الميه زي ما انتم شايفين كده، فقلت فرصه بقى امسكها اغسلها كمان. هي عموما ما بتاخدش معايا وقت، يعني انا هغسلها لو نشرتها ساعتين 3 بالكتير هلاقيها نشفت. بس غسلتها بقى وركنتها على جنب ومسكت الحمام بتاعي كله دعكته بقى زي ما انتم شايفين كده بالمقشه. وطبعا بقيت احط بقى من الخلطه اللي انا عاملاها دي في الارض وادعك اي حاجه قدامي. بامانه الموضوع فرق جامد جدا جدا، جربوه وان شاء الله حمامك هيلمع وهيبرق بملح الليمون والكربوناتو مع الخل بقى والكلور، وبحط دوني شويه كلوركس الوان. المكونات دي كلها على بعض بتلمع لك اي حاجه. وعايزه اقول لك الخلطه دي لو غسلتي بيها بوتاجازك هيبقى حاجه تانية خالص. بس هنا بقى دعكت كل حته في الحمام وقلت انشفه كده وبس. خدت برضو هاخد الباسكت بتاعي هغسله برضو بنفس الخلطه كده. لازم طبعا كل مره اخش فيها الحمام اشيل الكيس اللي فيه اللي هو بتاع الحمام وكده اللي في الباسكت واتخلص منه وامسك الباسكت بتاعي اغسله عشان تبقى ريحته كويسه وما يبقاش فيه اي حاجه مش حلوه. بس هغسله كده وهسيبه يصفي بقى وهلبسه الكيس بتاعه وهحطه جنب الحمام. وهو كده الحمام عندي كله جاهز، ما فيهوش اي حاجه خالص محتاجه تتعمل. والبطانيه بتاعتي بقى كانت اتغسلت، غسلتها وخلصتها وهشطفها بقى وبس كده. الحمام عندي انا برضو ما نشفتوش تنشيفه تمام، لان زي ما انتم شايفين انا لسه ما خلصتش غسيل البطانيه. صفيتها من الميه بتاعتها وشطفتها كذا مره على فكره، ودي كانت اخر مره بقى بشطف فيها، وحطيت لها الدوني بتاعها وسبتها فيه شويه. عايزه اقول لكم ان لما تسيبي البطانيه بتاعتك اللي بتغسليها في الدوني شويه، عايزه اقول لكم ان هي قعدت يومين على الحبل وجبتها ريحتها روعه. جربوا ان شاء الله. يعني هتشيليها من السنه للسنه وتطلعيها تشمسيها شويه تلاقي ريحتها جميله جدا. وشطفت المشايه كمان والحمام بتاعي الحمد لله بقى زي الفل. وهي دي الراحه النفسيه بقى، ان حمامك يكون نظيف ومطبخك يبقى نظيف. طول ما الاتنين دول نضاف في البيت انتي خلاص انتي بيتك كله زي الفل. دخلت هنا بقى على الصاله، قلت بقى السجاده دي انا فرشاها بقى لي شهر وزياده، فكفايه عليها كده بقى، لان كمان حسيت ان هي بدات تتبقع كده او تبقى مش نظيفه. فقلت بقى اشفطها كويس جدا وهنغسلها مع بعض برضو غسيل على الناشف كده. برضو الطريقه دي جربوها هتعجبكم جدا وهتنضف معاكم السجاد، هتخليه زي الفل من غير ما تغسلي بقى ولا تدعكي وكده. بس السجاده دي انا عندي لسه جديده فما وديتهاش المغسله خالص لسه. لكن السجاده اللي عندي السجاده اللي هفرشها دي، وعندي واحده زيها تاني كحلي، دول
بوديهم مرة في السنة، يعني مثلا انا بوديهم كل مرة بعد العيد الكبير بتاعنا. بتصل بالمغسلة واخليها تيجي تاخدها وايه يغسلوهم بقى وينضفوهم ويشمسوهم وكده، وبعد كده ابدا افرشهم. بفرش واحدة بعد العيد، واحدة كده على دخول الدراسة، وايه تفضل معايا بقى لحد العيد. وبعد كده بشيلهم بقى وبغسلهم وببدل معاهم كمان معايا كفر. يعني عندي 4 غيارات للصالة. بس جبت بقى اغسل بيه السجاده. الميه بتاعتي دي حطيت فيها شويه ملح ليمون، شويه كربوناتو، والصابون دوت كان فايض عندي براوي كده. حطيتها في قلب الميه، سبتها باشت شويه مع الخلطه دي وشويه خل، ومسكت السجاده بقى غسلتها على الناشف. عايزه اقول لكم ان الصابون اللي هو بتاع الصابون الشمس بتاع زمان ده، لو عندك بقعه وغسلتيها بيه بتطلعها بسحر بامانه. بس انتي اعملي كده وادعي لي بقى. السجادة بصراحة انا خلصتها، كانت بتلمع احسن. يعني لو هتوديها المغسلة مش هتجيلك بالجمال دوت. بس مسكتها كلها، اي حتة فيها حسيت ان فيها بقع اتكيت عليها جامد جدا ونضفتها، نطفت معايا وبقت زي الفل. بس الصابون ابو ريحه والصابون الشمس ده حلو قوي قوي في تنظيف السجاد، طبعا مع الكربونات والملح الليمون ظبطوا الدنيا. وبس. وبعد ما خلصت بقى جبت برضو حبة مية فيهم دوني نضاف خالص، ومسكتهم بالفرشة برضو دعكتها كده عشان ريحتها تبقى جميلة. وبس كده بدأت ألمها وهطلعها بقى أحطها على البلكونة. وهنا بنتي بقى هي اللي كانت بتلمها، فبتعمل لكم لايك وقالت لي يا ريت تقولي كده ان انا بساعدك في الفيديو، بعمل معاكي حاجات وان انا مش مقصرة معاكي. فانا حبيت من هنا اشكر جويس واقول لها شكرا يا جويس على مساعدتك ليا، وما تحرمش منك يا روح قلبي، لان بجد جويس دي عندي هي تعتبر ابني الكبير، اللي هي بتاعت الطلبات بقى وبتاعت اي مهام صعبة هي اللي بتقوم بيها. بس شكرتك اهو يا جويس. المهم هنا بقى خلصت لميت السجادة. وعندي بقى الارفف ديت انا كنت عاملاها. الارفف دي انا مش جايباها من يعني مش يعني انا اللي عاملاها، هو دوت رف من اللي هو بتاع المطابخ الاكليريك. كان جاي لي يعني طلبته من حد غالي علينا كده بتاع مطابخ، جابهولي فقسمته نصين، وجوزي بقى اللي علقهم بالمسامير كده. بس حطيتهم قلت يبقى ديكور بسيط كده ويدي شكل حلو في الصالة، وكمان ما نبقاش معلقين بقى صور وحاجات كتير في الصالة ويبقى الشكل مش حلو. حتى ما كنتش حابه اعلق صور لاولادي، بس هم بقى طلبوا في يوم البراويز دي وعملوها لنفسهم، فكانوا حابين ان هم يعلقوها فعلقتها لهم. بس. وجيت اليوم دي بقى نضفت الصور بتاعتهم بس بالريشه، ما بحبش امسحهم ولا حاجه، لان هم يعتبر صوره على اطار خشب كده، فلو مسحتيها باي حاجه ممكن الصور تبوظ او تبهت. بس نضفتهم بالريشه وحواليهم بقى بالمساحه بتاعتي او الممسحه دي بليتها شويه كلور ابيض وشويه بريل كده، ومسحت بيها الحيطان. بس برضو بتخلي الحيطان عندي نظيفه جدا وجميله. بس اهم حاجه لو الحيطه عندك مش نظيفه زعفيها الاول من اي تراب وبعد كده امسحيها. فانا عشان لسه عاملاها في العيد الدنيا نظيفه، بس قلت زادت نظافه بقى بما اني هشيل السجاده وهمسك الدنيا كلها انضفها، فكمان لما الحيطان تلميعه خفيفه معايا كده. بس. ومسكت النيش بتاعي برضو كده بالجلانس نضفته كله. الاول برضو بنزل التراب بالريشه، وبعد كده بشتغل بالجلانس بقى لمع الازاز وكده. بس. ودي التحف بتاعتي اللي على الرفوف، قلت برضو المعها ونضفها عشان ساعات بتبقى عليها تراب. اي حاجه بتسيبيها لو سبتيها اكتر من اسبوع بتيجي تمسكيها تلاقيها مردومه، كأن يعني انتي ماسكه بخاخ التراب بتبخي عليها، معرفش في ايه. مع ان شقتي داخليه والمفروض ان ما بيخشهاش تراب، بس لا، الشقه عندي التراب فيها بقى حاجه صعبه جدا. بس. وعايزه اشكر صحيح الصديق الغالي العزيز اللي دخل لي وقال لي على سر خطير للنمل. قال لي لو عندك نمل اعملي تجيبي ملح ليمون وترشي، مثلا لو هو عند السرير رشي حوالين السرير كده وجربي وهتدعي لي. ان شاء الله هجربه وباذن الله هقول لكم عن النتيجه. فان انا حبيت اقول المعلومه دي عشان خاطر لو في حد عنده نمل وكده برضو يجرب ويقول لنا في الكومنتات كده ايه رايه في الفكره. بس. هو انا بصراحه انا نسيت اصور لكم الرش اللي عندي اللي انا جايباه للنمل. هو رش كده اسمه لعنه الفراعنه. الرش ده قوي جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا رشيته ما شفتش ولا نمله حوالين السرير تاني ولا في اوضه النوم اصلا، فهو جميل. وفي برضو يعني حد متابع يعني كويس جدا برضو
قال لي ان في حاجه اسمها كومسرين. الكومسرين دواء بيتباع في الصيدليه. دوت بتاع الهرش تقريبا، او الحكه، حاجه زي كده يعني، او مرهم، او سوري، دواء للجرب. فبيقولوا برضو ده حلو جدا جدا، لو جبتيه ومسحتي بيه الحيطان، نضفتي بيه الارضيات، اي حاجه، هيشيل معاكي النمل من اي حته، وبيمنع النمل بيمنع دخول النمل. المعلومه دي انا كنت سمعتها من اكتر من حد، وفي برضو متابعه جميله كتبت لنا وقالت لنا ان هو حلو جدا. فانا حابه اشكرك جدا ومتشكره ليكي، ومتشكره ان انتي افتكرتينا كده وكتبت لنا اسم الدواء ده. والدواء ده على فكرة مش مضر خالص، ومفيش منه اي مشاكل حتى لو مسحتي برخام المطبخ، لان هو في كل الاحوال دواء وبيتشرب، فعمره ما هيضرنا. بس بيحطوا غطا في الميه اللي بيمسحوا بيها، وتمسحي بيه جميل جدا. بس انا كنت سالت عليه من فتره في الصيدليات، فقالوا لي ان هو ممنوع، مش موجود دلوقتي. اسالوا عليه، وان شاء الله لو لقيتوه هاتوه جربوه، هو ان شاء الله هيجيب نتيجه حلوه معاكم، لانه متجرب فعلا. ودي تاني حد يقول لي ان هو حاجه يعني دواء كويس. الدواء اسمه كومسرين. بس هنا بقى ايه، خلصت بقى الحيطان، خلصت تلميع كل حاجه، ونضفت الانتريه زي ما شفتوا كده بالمكنسه. قلت بقى انا اشفطها من اي تراب وكده بالمكنسه، بصراحه بتشفط اي حاجه، وبحس فعلا ان الانتريه فاق جدا جدا بعد ما عملته بالطريقه دي. بس خلصت، وقلت بقى اغير برضو الكوشن دوت. هو طبعا الكوشن التاني انا لسه حطاه ما كملش اسبوعين على الانتريه. بس قلت بقى ما دام هشيل السجاده، هو كده كده مش هيليق مع السجاده اللي هحطها قوي، ويبقى حتى تغيير بقى بالمره عشان نحس ايه بفرق. وكمان انا بحب قوي قوي الكوشن اللي هحطه ده، لان ده اول كوشن انا اشتريته مع الانتريه، وبصراحه جبت بعديه 2 كمان ما عجبونيش زيه، يعني حاسه ان هو اكتر حاجه لايقه مع الانتريه وشكله جميل. بس وهنا بقى ايه، مسكت الكنبه دي كمان. انا كده عملت الاندريه كله، بس ما صورتوش معاكم كله، انا صورت بس ايه مقاطع بسيطه كده، عشان ايه تاخدوا منها افكار وتتحمسوا كده وتتشجعوا، وتبطلوا كسل بقى والنوم في التكييف والحاجات اللي بتعمل ارتخاء للاعصاب دي. اطلعوا من التكييف يا جماعه بجد. هو طبعا لسه بدري على تشغيل التكييف، بس دلوقتي الجو صعب جدا جدا، فتحسي ان انت المروحه مش مكفياكي، عايزه على طول تقعدي في التكييف، فالتكييف بيخليكي مش قادره تطلعي بقيه الشقه ولا تعملي حاجه. فافضل لك ما تشغليش التكييف غير وقت النوم، وتقومي كده من نومك تشربي لك فنجان قهوه حلو كده يفوقك، وتقومي بقى تشوفي وراكي ايه كده تعمليه. ما تكسليش على اي حاجه عندك، خلي دايما شقتك مرتبه ومنظمه، هتسهل عليكي حاجات كتير قوي. وكمان كفايه الراحه النفسيه ليكي ولولادك ولبيتك وجوزك وكده. وعايزه اقول لكم ان احنا لما بنشيل التراب دوت من على اي حاجه، يعني احنا في العادي اي حد هيخش عندي يحس ان شقته نظيفه ما فيهاش حاجه، محدش بيحس ان بيته مش نظيف او البيت مش نظيف غير صاحب البيت. ليه؟ لانه بيبقى عارف ايه المتطرب وايه اللي بيلمع، وامتى بيتي بيبقى بيلمع وامتى بيتي مطفي. انتي خلي ايدك في حاجتك كده على طول، مفيش حد هيقولك انتي بيتك مش نظيف، ومفيش حد هيقولك ان انتي لا الدنيا عندك كويسه ليه بتنضفي. لا، انتي عارفه ايه الداخل عندك اللي مش مظبوط او مش نظيف، وقومي اعملي حاجتك كده وشيلي التراب من على اي حاجه، لان التراب فعلا بيجيب اكتئاب وبيحسسك ان انتي عايشه في مكان مش حلو. فطول ما المكان بيلمع قدامك كده هتحسي انك فرحانه ومبسوطه، على طول بتضحكي ومفرفشه مع اولادك وكده. لكن طول ما الدنيا متدربكه كده وحاسه ان في تراب وفي حاجات مش في مكانها، هتحسي دايما ان انتي عصبيه. بس المعلومه دي انا بقولها لان انا دي طبيعتي، لما بحس ان الشقه مش مترتبه ببقى عصبيه جدا جدا، وببقى مش مستحمله اي كلام من اي حد، ومش عايزه اسمع حد، انا عايزه اخلص اللي ورايا الاول. فلو انتوا زيي بقى، افضل حاجه تعمليها كده تقومي من نومك تخلصي اللي وراكي، عشان طول اليوم تبقي رايقه وهاديه كده، واعصابك ايه مرتاحه. وما تنكديش على اصحاب البيت على الناس اللي في البيت عشان محدش يتخنق منك. بس المهم هنا خلصت بقى ورا الانتريه وبدات ارجعه، ولمعت الكومودينو اللي محطوط جنب النيش ده. طبعا انتوا عارفين ان ده بتاع اوضه النوم، بس عشان انا حاطه التلاجة في اوضه النوم فمفيش مكان ليه، فحطاه بقى في المكان دوت، لانه مفيش مكان ليه في اي حته. الشقه عندي يعني ما فيهاش نفس، كل حته فيها كده كل ركن مزنوق فيه حاجه.
فطبعا كل صحابي اللي معايا من اول القناه عارفين ان شقتي دي شقه ايجار. دي مش شقتي، مش تمليك. وانا عندي شقه على فكره، بس شقتي في المساكن وواخداها دور خامس، فصعب جدا جدا ان انا اعيش فيها. ده غير ان هي متطرفه في حته بعيده، صعب عليا قوي قوي ان انا اروحها. فقفلاها بصراحه ومش بستخدمها في اي حاجه. بس ان شاء الله نبيعها قريب، ولو بعناها هنشتري شقه، وساعتها بقى هنعمل فيديوهات جميله جدا جدا مع بعض. بس ادعولي من كل قلبكم كده ان الشقه تتباع بسرعه، وان جوزي اصلا يحن عليا ويعرضها للبيع، لان هو مكسل يعرضها للبيع. بس احنا ربنا يسهل كده بقى وتتباع وننقل في مكان احسن بقى، ويكون اوسع شوية بقى، ونقعد نغير في الاماكن بقى ونعمل حاجات. لان هنا انا مش بعرف اغير في اي حاجة، لان كل حاجة مكانها ما ينفعش يتغير. زي ما انتوا شايفين كل حاجة مكانها، هو مكانها ما ينفعش اشيل حاجة من هنا واحطها هنا. حاولت اغير حاجات بلاقي الدنيا باظت والشكل بقى وحش جدا جدا. فانسب حاجة هو الراسطة بتاعة العفش دي، او وضع العفش كما هو عليه كده، فما بعرفش اغير او اشيل اي حاجة من مكانها. بس خلصت بقى الصالة خالص، وشديت الانتريه اليمتين الاتنين، كنست تحتيه ونضفت، ومسكت الصالة كمان مسحتها. ولما نشفت بقى جبت السجادة كانت لسه، انا كنت مضيه السجادتين الاتنين المغسلة لسه جايين لي. فقلت بقى مدام جت اشيل السجاده وافرش دي. بس بتجيلي من المغسله بصراحه نظيفه جدا ومتكيسه وريحتها جميله، والسجاده بتبقى حلوه جدا. هوريها لكم دلوقتي وهوريكم قد ايه جايه نظيفه وجميله. بس لمعت الترابيزه بتاعتي بقى ورجعتها مكانها. بس وهحط بقى الديكور اللي كان عندي اللي كنت حاطاه قبل كده، او هحط الصينيه ديت. او دي عايزه اقول لكم، عارفين الصواني اللي بتتفتح وتتقفل دي؟ انا خدت الطبقه بتاعتها اللي تحت، لان الصينيه بتاعتها كانت عندي معوجه كده، مش بستخدمها. فخدت القاعده بتاعتها وحطيتها كده، وبدات احط عليها الديكور بتاعي. بس كنت خدت الطرقه كمان معايا، ومسحت المطبخ، ومسحت الطرقه اللي قدام باب الشقه، وخليت الشقه بصراحه كلها زي الفل كأن يوم العيد. انا عايزه اقول لكم ان ولادي كانوا بره، وجم اول ما جم قالوا احنا حاسين ان بيتنا رجع لنا. مع ان الدنيا عندي نضيفه على طول، بس هم متعودين ان انا دايما بحط السجاد دوت في الايام العاديه، فالسجاده التانية بتبقى عشان المناسبات والعيد بس ده ديكور بسيط كده انا عاملاه. طبعا منيش عندي، بطلع حاجات وبغير كل شويه حاجه وكده. وطلعت المروحه بقى كنت شايلاها زي ما شايفين كده، كان مكانها فوق فكانت متطربه ومتبهدله. انا عايزه اقول لكم بقى ان الروتين ده انا عاملاه تقريبا حوالي الساعه 6 اخر النهار. جوزي كان نزل وولادي نزلوا راحوا النادي، ولقيت الدنيا فاضيه كده والسجاد جه، فقلت بس امسك الصاله بقى اظبطها وانضفها كده. وبس لحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكونوا اتحمستوا وتشجعتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامه.